صفحات من أرشيف القناة. الإنسان والآلة جزء من تاريخ قناة السويس. الجزء الثالث ده هنشوف فيه باقي الآلات والمعدات اللي ساعدت في حفر قناة السويس. هنشوف السيفتي الأمان اللي كان مخصوص للجانب الفرنسي، المهندسين الخبزات اللي كانوا بيلبسوها الزي الخاص بيهم. وهنشوف الجزء الخاص بالمصريين اللي تقريبا حفاة وواقفين زي ما يكونوا بيزرعوا في الأرض، يعني هنقول باللبس العادي، مش بلبس زي المهندسين زي ما احنا شايفين كده، بلبسهم العادي المهلهل. في جزء أخير هنجيبه إن شاء الله، هنكمل في باقي المعدات دي بترفع القاع، الرمل اللي طالع من القاع وبتخليه على الضفة، وهما بينقلوه من الضفة على القطرات وبينقلوه مكان بعيد عن مجرى القناة. آه، في واحدة خاصة في القناة قلنا قبل كده، خاصة بالخراقات والأجهزة الثقيلة. ده الرفاعة هنا طول الذراع بتاع الرفعة هو 45 وفي 60. الصورة اللي فاتت شايفين المصريين وهم طالعين على التبة أو الجبل أو على ضفة القناة آه، بمشقة بصعوبة. الجزء ده كده فيه خلص الكلام. سلام.